السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال ناس كتير جدا بتسأله، بيقولوا احنا بنصلي وبنقرأ قرآن وبنحاول نكون قريبين من ربنا سبحانه وتعالى، بس دايما بنحس بخنقة وبضيق وعدم راحة. بصوا يا جماعة، اللي لازم نفهمه ان الصلاة مش معناها ان المشاكل بتختفي تماما. الصلاة معناها ان انت تبقى جوه اي مشكلة وتلاقي نفسك قوي. الصلاة معناها ان تبقى في وسط التعب بس قلبك مطمن ان ربنا سبحانه وتعالى شايفك وسمعك ومش هيسيبك. النبي محمد صلوا عليه كان اكتر واحد قريب من ربنا، ومع ذلك اتعرض للأذى واتطرد واتأمرت عليه القبائل، بس عمره ما اشتكى لانه كان عارف ان ده جزء من الطريق. اوقات الضيق مش دايما، الوجع مش هيبقى طول العمر، بس اللي بيطمنك انك ماسك في ربنا مش في الناس. كل ما ضاقت بيك الدنيا قول حسبي الله ونعم الوكيل، قولها بقلبك وشوف ازاي ربنا يفرجها عليك. وافتكر دايما ان الصلاة مش بس عبادة، دي شحنة طاقة لروحك. لو ما حسيتش بالراحة يبقى محتاج تتأمل اكتر من كده كلماتك. صلي كأنك بتكلم ربنا سبحانه وتعالى. متنساش في اخر الفيديو تعمل لايك وتسيبلي في الكومنتات ايه اكتر دعاء بيريحك لما بتكون متضايق. صلوا على من امرتم بالصلاة عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.